تحس اللي كان بيختار عد المنتخبات حط ايده في شوال كده، قال لك ايه؟ اوروبا 13، مين اسيا 3 ونص مقعد، مين امريكا الجنوبيه 4 ونص، اتبقى معاها 5، تاخد افريقيا بيهم. ازيكم رفقاء الكرويين؟ النهارده هنتكلم عن ماتش السنغال وهولندا. كلنا كنا مفكرين غياب ساديو ماني هيأثر جامد جدا على السنغال، خصوصا ان اول ماتش ليهم هيلعبوا هولندا اللي من اقوى فرق العالم، وكمان تاريخ هولندا في الكوره كبير جدا بالنسبه للسنغال. لكن اللي حصل ان غياب ساديو ماني ما اثرش على السنغال خالص، بل بالعكس السنغال كانت مقدمه اداء اكتر من رائع، وهولندا ما قدرتش تعمل اي حاجه معاها طول الشوط الاول والشوط الثاني. تقريبا الجولين جم من اخطاء دفاعيه وخطا الحارس في الجول الاول. فعلشان تعرف السنغال وهولندا عملوا ايه الماتش انزل انقر دلوقتي لايك وسبسكرايب. عاوزين نوصل 1000 سبسكرايب علشان اخرنا خالص والاتش ار عمال يزن علينا. معاكم محمود مخلوف في قناتي، والنهارده هنتكلم عن ماتش السنغال وهولندا. اللي عاجبني في السنغال قوي ان السنغال قضت على فكره القوه البدنيه للمنتخبات الافريقيه. طول عمر المنتخبات الافريقيه تعتمد على السرعات في المقام الاول، على القدره البدنيه، على الاطوال، لكن كتكتيك ما كناش بنشوفه قوي قبل كده، خصوصا في الدور الدفاعي. كان بيبقى الدفاع عشوائي، ومفاتيح اللعب الفرقه الثانيه ما كانتش بتتقفل كويس، وحتى الهجوم كان بيبقى مهارات فرديه من اللعيبه بعينها، مش تكتيك معين او فكر مدرب معين بيحصل. تقريبا المنتخب الوحيد اللي كان بيعمل كده كان مصر، هي مش مصر، هي منتخبات شمال افريقيا عموما، وده اللي كان بيفرق قوي منتخبات شمال افريقيا عن منتخبات غرب وجنوب افريقيا. ومش منتخبات بس، كمان الانديه سواء اهلي، زمالك، الترجي، الوداد، كلهم واخدين بطولات اكتر بكتير قوي من باقي افريقيا. لكن النهارده شفنا السنغال قادره تأدي كويس، وقادره تقف على رجلها كويس، وقادره توقف مفاتيح لعب هولندا كلها. لا وكمان قدروا يروحوا على حارس هولندا بكذا كوره، لكن الحارس تألق ان هو يشيلهم. فاحنا قدام منتخب قوي جدا بغض النظر عن الخساره 2-0 وبغض النظر عن اللي حصل الشوط الثاني، لكن احنا شايفين السنغال ادائها عامل ازاي، وشايفين السنغال هتقدم كتير قوي في البطوله بعد كده. وده ينقلنا للنقطه الثالثه، ازاي هولندا قدرت تتعامل مع القوه البدنيه للسنغال. كان باين قوي من اول دقيقه ان فان خال مدرب هولندا كان عنده تعليمات صريحه بلعب الخشن جدا قدام السنغال علشان يقلل شويه من قوتهم البدنيه دي، وكمان ياثر عليهم نفسيا ومعنويا، ويحاول يقلل من رتم اللعب بتاعهم، يقلل من قوتهم البدنيه. وده ظاهر قوي خصوصا مع ديليخت لما عمل 4 فاولات، جه في الخامس الحكم قال له لا كفايه عليك كده، حلو قوي، راح اداله انذار. فكان باين قوي ان هولندا نازله تلعب خشن مع السنغال عشان توقف القوه البدنيه القويه قوي للسنغال. غياب ساديو ماني ما اثرش نفسيا على الفرقه، ما هبطش من روحهم المعنويه، ما ضعفهمش، ظهروا باداء كويس جدا قدام هولندا واداء مشرف ليها، لكن برضه اثر تكتيكيا جدا مع السنغال. فبغض النظر عن قوه ساديو ماني وسرعاته ومهاراته، فهو لعيب كبير قوي، ممكن ينقلك الماتش بباصه واحده، ممكن لمحه واحده تخلي الماتش يتقلب 180 درجه. لكن برضه غيابه اثر تكتيكيا جدا من ناحيه تانية، لان ساديو ماني على الاقل وجوده في الملعب بياخد انظار 2 3 لعيبه من مدافعين الفرقه الثانيه. ده ما حصلش مع الفرقه خصوصا في الشوط الثاني. وضح قوي ازاي هولندا قدرت تخنق السنغال، لان هولندا كانت بتلعب ب5 مدافعين، منهم 3 قلب دفاع، منهم فان دايك واكي وديليخت، فقدروا يوقفوا كل مفاتيح لعب السنغال. وعدم وجود ساديو ماني خلاهم مركزين الدفاع بتاعهم على عمق السنغال، اللي كان فيه اسماعيل صار اللي حاول كتير جدا يروح بالكوره على الجول، وفعلا هرب بالكوره لكن الحارس صدها. فالسنغال ما قدرتش تقدم اللي هي عايزه تقدمه في ظل غياب ساديو ماني. ده يخلينا نتكلم عن نقطه تانية عن المنتخبات الافريقيه عموما. غير طبيعي وغير عقلاني، قاره فيها 52 منتخب هاخد منهم 5 بس اوديهم كاس العالم، وقاره تانية زي اوروبا فيها حوالي 50 52 منتخب برضه هودي منهم 13. انا عارف ان مستوى اوروبا اقوى كتير من مستوى افريقيا، دي نقطه، وعارف ان اوروبا خدوا كاس عالم اكتر بكتير من افريقيا، ماشي، وعارف ان افريقيا ما قدروش يوصلوا نص نهائي كاس العالم ولا مره، على عيني وراسي. بس انت مش سامح للمنتخبات الافريقيه تعمل كده. لما تودي 5 بس كاس العالم هيقدروا يعملوا ايه؟ غير كده بحس ان فيفا دايما مهمشه افريقيا، خصوصا في البطوله اللي فاتت لما ايتو وقف لهم وقال لهم لا هلعب البطوله. وده من الحاجات اللي انا كنت بايد فيها ايتو جدا جدا، برغم النظر عن اللي عمله يعني مع الكاميرون، لكن ايتو قدر يقف في وش الفيفا وقال لهم لا هلعب البطوله، وقدر يلعب بطوله في شهر واحد. لان الفيفا كانت عايزه تلغي البطوله اصلا، كان بيقول لك لا بح كده كل واحد يروح بيته ومفيش بطوله. كان هم الفيفا ان اللعيبه الافريقيه تلعب مع منتخباتها في اوروبا اكتر بكتير جدا، ان بطوله قويه جدا زي كاس افريقيا ما تتقامش اصلا. طبعا شفنا السنغال النهارده بادائها كان مشرف ازاي، وازاي هولندا ما قدرتش تكسبها الا في اخر دقايق بطلوع الروح. ومش شايف مثلا فرقه زي السنغال تقل عن اي منتخب من منتخبات اوروبا، وده مش عشان بشجع السنغال، هو عموما خلينا متفقين انا بشجع اي حد عربي واي حد افريقي في البطوله دي. بس كان واضح قوي لا ان السنغال فرقه قويه، والسنغال هتقدر تقدم كتير جدا الماتشات الجايه، فلازم ما تظلمش افريقيا وتديها ادوار اكتر في البطوله، لازم تزود عدد مقاعدها، حتى 6 و7 مش كفايه مع افريقيا. لان معلش مين صعد من اوروبا السنه دي؟ مين؟ صربيا، الدنمارك، سويسرا، بولندا،
انا شايف مثلا فرق شمال افريقيا كلها مع السنغال والكاميرون وكوت ديفوار اقوى منهم كلهم. وحتى الموضوع مش محسوب بشكل عقلاني، مثلا القاره دي فيها 50 منتخب فهناخد منهم 10 علشان يبقى نسبه وتناسب، او مثلا لا دول واخدين بطولات كتير فهنزودهم، اللي وصل للنهائي يزود منتخب، اللي وصل نص النهائي يزود نص مقعد. لا مفيش الكلام ده. تحس اللي كان بيختار عد المنتخبات حط ايده في شوال كده، قال لك ايه اوروبا 13 مين، اسيا 3.5 مقعد، مين امريكا الجنوبيه 4.5، اتبقى معاها 5 تاخد افريقيا بيهم. وزي ما قلت ان غياب ساديو ماني مؤثر جدا، لكن مع عوده ساديو ماني هنقدر نشوف نسخه قويه جدا من السنغال، خصوصا ان مجموعتهم سهله. وطبعا شفنا اداء قطر المزري امبارح وازاي هي مش قادره تقف على رجلها في الملعب. كمان اللي حصل من الاكوادور مش من قوه الاكوادور على قد من هو من ضعف المنتخب القطري. فعلى ما اظن ان السنغال هتكسب الماتشين الجايين وهتقدر تصعد للدور ال 16. ومع عوده ساديو ماني هنشوف فرقه شرسه قوي من السنغال، وكمان ممكن تنافس في ادوار متقدمه جدا جدا في البطوله دي. كان معاكم محمود مخلوف، ولو وصلت لغايه هنا انزل انقل لايك وسبسكرايب حالا عشان ال1000 سبسكرايبر. رفقاء الكرويين، مع السلامه.